بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده يا اهلاويه، عاوزين نوصل ل1000 مشترك. طبعا الف مبروك، منتخب مصر امبارح كسب اثيوبيا 2-0 مع حسام حسن. عامل شغل كويس، عامل شغل كويس جدا مع منتخب مصر. امبارح كسبنا 2-0، صلاح وزيزو. باقي على على الحلوة تكة زي ما بيقولوا. ان شاء الله نكسب سيراليون يوم الثلاثاء الجاي، ونصعد كاس عالم. كاس عالم على طول ان شاء الله باذن الله، من غير ما نستنى بقى ماتش ملحق وماتش والكلام اللي كل مره كنا بنحصل معانا وما كناش بنتاهل. حسام بصراحه وابراهيم والجهاز الفني اللي معاه عاملين شغل كويس جدا جدا جدا. الف مبروك لحسام حسن، الف مبروك لمنتخب مصر، الف مبروك لمصر كلها. وان شاء الله فرحتنا تكمل ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث، ونوصل كاس عالم، ودي المره الثالثه في تاريخنا. الخير ان شاء الله، مستنيين منتدى فريق الصبر يا كابتن حسام عشان تفرح الشعب المصري كله. فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله، ونكسب ونكسب سيراليون ان شاء الله باذن الله. من سيراليون بتنافس معانا احنا اكتر منها. هنشوف دلوقتي، هنشوف الجدول. يعني كده مصر في المركز الاول ب 13 نقطة، بوركينا فاسو في مركز التاني 8 نقط، سيراليون 8 نقط، وغينيا بيساو 6 نقط، واثيوبيا 3، وجيبوتي 1. فان شاء الله باذن الله نكسب الماتش ده، يبقى الدنيا تمام، يبقى احنا عندنا كده 16 نقطة. وبوركينا فاسو لو كسبت يبقى يعني ممكن برضه ترخم علينا شوية بوركينا فاسو، بس ان شاء الله هكون وصلنا ان شاء الله. اهم حاجة ان شاء الله نكسب ماتش سيراليون ان شاء الله الماتش الجاي. بس في حاجة كنت عايز اتكلم عليها بصراحة. أسامة فيصل ولعب كويس وكل حاجة، بس مبقاش مهاجم منتخب مصر الأول يعني. مبقاش انت جايب مصطفى محمد وقعده بره كابتن حسام، فلازم مصطفى محمد يلعب. مصطفى محمد عنده خبرات وعنده سرعات وعنده مهارات كويسة، فدي كانت بس يعني كانت بس افصاصار ليا مع كابتن حسام حسن ان مصطفى محمد لازم يلعب. ده بالنسبه لمنتخب مصر، الف مبروك لمنتخب مصر. عمل ماتش كويس جدا جدا جدا. نخش بقى في موضوع الاهلي. ناس زيطه على السوشيال ميديا ان الاهلي خسر من انبي، والاهلي مش عارف عمل ايه، والاهلي عاملين يتريقوا عليه بانبي وبتاع مش عارف ايه. فالناس دي يا جماعه مش فاهمه ان البطوله دي تحضيريه للفرق، مش بطوله رسميه. يعني انت مش يعني لو خدتها مش هتوصل ايه في اخر الكبيره، توصل السوبر المصري يعني. فاهم؟ فانا شايفها بطوله تحضيريه للفرق، بدل ما يقعدوا في البيوت منتخب مصر يلعب. والرابطه عملت الكاس الرابطه ده عشان خاطر كده، عشان مش ليها بطوله رسميه وبطوله جامده وبطوله اساسا محترمي ليها مالهاش لازمه يعني. فاهم؟ يعني بدل الفرق ما تلعب ماتشات وديه تجيب بدل تلعب ماتشات وديه، لا، هو الرابطه عامله ماتشات وعامله جدول وعامله بطوله وعامله كاس وعامله فلوس عشان الناس تبقى فيها حماس وفيها حاجات. فاحنا لو شفنا الاهلي في ماتش الام بي، الاهلي ما كانش وحش، كان كويس جدا. يعني انت لو شفت قائمة الاهلي لو لعب بيها الماتش اللي فات، ماتش ام بي اي، يعني تلاقي حمزة علاء، اي حياة الله، الحمد لله على السلامة، ياسر ابراهيم الحمد لله على السلامة، خالد فتح ما كانش بيلعب، عمر كمان ما كانش بيلعب، اكرم توفيق، احمد رضا، عمرو السولية، عمرو الساعة ما كانش موجود اساسا في التشكيل اساسا عامة. قفشه لسه جاي من اصابه، سمير محمد لسه ناشئ صغير. فانت لو بصيت على القايمه كلها هتلاقي واحد اتنين، هتلاقيهم انا واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة، هتلاقي حوالي ستة ولا سبعة لعيبة ما بيلعبوش أساسيين مع منتخب مع النادي الأهلي يعني. فاهم؟ احنا بنجرب، احنا يعني احنا الميزة في الماتش بتاع انبي ده يعني عودة يحيى عطية الله، الحمد لله على السلامة يا يحيى. عودة علي معلول النجم الكبير، الحمد لله على السلامة يا علي. عودة ياسر إبراهيم، عودة عمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح. وقفشه كان مصاب ورجع، عمر سامي ما كانش بيلعب. فانت ضغط على ايه؟ احنا الاهلي واخدها تحضيريه للي جاي. يعني انت مش الاهلي مش بيفكر ياخدها، الاهلي حتى لو اتغلب البطوله كلها مش فارق معانا. فانت ما تفرحش بيها وانت اساسا ما خدتهاش، فاهم؟ احنا خدناها. فاهم؟ فانت بتفرح على ايه وبتتكلم في ايه؟ يعني انا بصراحه شايفها هي بطوله تحضيريه كويسه جدا للنادي الاهلي. عندنا ماتش يوم 1/4 مع الهلال السوداني، ماتش صعب جدا. فانت لازم تجهز لعيبتك. فانت لما تجهز يحيى عطية الله، وتجهز علي معلول، وتجهز قفشه، وتجهز عمر الساعي طبعا اللي ما بيلعبش، وعمر كمال، وياسر ابراهيم، فاهم؟ يبقى انت عندك اختيارات كتيره جدا 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 في ماتش الهلال السوداني. عندك ما شاء الله لعيبه جاهزه. فانت بدل ما يقعدوا في البيت وما يعملوش حاجه، لا، يلعبوا ويتحضروا وياخدوها بطوشه رسميه عاديه جدا. انت غلبت اتعادلت مش فارق معانا خالص كجمهور. انا بالنسبه لي الرابطه دي مش فارقه معايا خالص، ولا ليها لازمه خالص في الدنيا يعني. فاهم؟
بس انا شايف ناس زيطه جدا وعمالين يقولوا الاهلي ومش الاهلي ويلعب ناشئين. احنا ما بنلعبش بناشئين، دول مش ناشئين بصراحه يعني. الشوط الاولاني كلهم ما كانش في حد ناشئين. كنت لما تيجي تغير تلاقي في ناشئين نزلوا فاهم، بس الناشئين بقى طالعين على راسنا يعني فاهم. لكن الاهلي كان كويس جدا الماتش ده جدا. هو جون جه غلطه كده ما لهاش لازمه، بس يلا مش مشكله عادي. ما مش هنتكلم فيها انه اساسا بطوله ما لهاش لازمه اساسا بالنسبه لنا كجمهور اهلي. لكن انبي كسب، انبي خد 3 نقط مع السلامه براحته يعني، مش فارق معانا برضه. فنفكر بقى في اللي جاي بقى، نفكر في الماتش اللي احنا عندنا ماتش يوم الاثنين باين مع طلائع الجيش باين. حتى لو خسرناه مش مشكله برضه، احنا بنجهز لعيبتنا بنحضر لعيبتنا عشان ايه اللعيبه تبقى في ماتش الاهلي السوداني تبقى جاهزه وعندها لياقه بدنيه كويسه وعندها تركيز كويس. فاحنا بنجهز اللعيبه بتاعتنا، فاللي عاوز يزيد يزيد واللي عاوز يفرح الاهلي اتغلب يفرح. هما بيفرحوا جدا لما الاهلي بيتغلب بصراحه. فخليهم يفرحوا شويه، احنا في رمضان وخلينا العيد فخليهم يفرحوا شويه. بس نشوف بقى اللي يضحك في الاخر في الدوري وفي الكاس والحاجات الرسميه، الحاجات اللي هي البطولات الرسميه وافريقيا والكلام ده. فانا بس حبيت اتكلم كلمتين كده عن النادي الاهلي، لان الاهلي بيحضر لعيبته يا جماعه للماتشات اللي جايه. فاحنا ما بنفكرش في كاس الرابطه دي خالص، ولا عاوزينها ولا عاوزين ناخدها اساسا. ف يلا يا جماعه تعالوا الجرس وكم فكرنا وادينا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.